صبح نهارنا فل، يا حلو صبح صبح يا حلو طول، يا حلو صبح نهارنا فل. السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ فيديو جديد وروتين جديد. ونبدأ كده الفيديو البلكونة كده. زي ما انتم شايفين كان عندي غسيل وبدأت بقى ألم، وهروح بقى اجيب اللي في الغسالة هنشره، بس طبعا ما صورتش. ونروح بقى كده على غرفة النوم، هننضفها كده بقى مع بعض، واطبق بقى الهدوم، وهنشوف كل حاجة في الفيديو. بس قبل ما ابدأ اي حاجة ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان كل الاشعارات توصل لكم اول باول. وما تنسوش بقى تحطوا لايك حلوة كده زيكم. عندي هدوم كتير كانت منشورة على الحبل، شايفين اهوت الثبات مليان هدوم قد ايه، غير كمان اللي غسلته في الغسالة وهجيبه كمان هنشره دلوقتي. كده انا دخلت الهدوم اللي لميتها في غرفة النوم، وكده انا جبت الهدوم اللي اتغسلت هنشرها بقى كده. يعني ايه موضوع الغسيل ده ما بيخلص. يعني انا ممكن ببقى بغسل والغسالة شغالة واطلع الهدوم انشرها ويبقى لسه في هدوم اصلا كمان ما اتغسلتش. انا لما بيكون عندي هدوم اصلا بقسم الغامق لوحده والابيض لوحده، فبغسل ده مره لوحده ومره ده لوحده، فعشان مرهقش الغساله قوي قوي يعني، فبريحها. يعني انا اغسل مثلا مره الغامق واسيب الابيض مثلا مره تانية او يوم تاني، ولو اضطرت الظروف بغسل ده وبعدين بوقف وبرجع احط الدور التاني عادي، مفيش مشكله. لان طبعا اي بيت فيه اولاد صغيرين كده بتلاقي الهدوم على طول بتتوسخ وببقى محتاجاها، فبغسلها على طول علشان لو حد هيلبس حاجة او كده. وعامة اصلا الهدوم اللي انا بنشرها دي برضو كلها حاجات للسرير، ملايات بقى والخداديات بتاعت السرير والمخدة وكده والفوط. لاني انا ابني كان تعبان، انا نزلت فيديو قعدت فترة ما نزلش لاني ابني كان تعبان. هعمل فيديو ان شاء الله توعية لأي حد عنده اطفال يا جماعة. احكي لكم التعب اللي ابني مر بيه وكان بسبب ايه، علشان محدش يقع في المشكلة اللي انا وقعت فيها. والدور اللي جاله ده اصلا هو ده الدور ماشي اليومين دول في الاطفال. فان شاء الله يعني هعمل الفيديو ده علشان اوعي الامهات اللي زي كده ما تقعش في نفس المشكلة، وربنا يشفي ولادنا جميعا وما يضرناش فيهم ابدا. كده انا كده خلصت من موضوع الهدوم بقى واللم والنشر والكلام ده كله. دخلت بقى افتح الشباك كده علشان ايه، انفض الشباك وهوي الاوضه ونضفها بقى كده من حواليا، وبعدين ابتدي اطبق بقى الهدوم. انا بقالي فتره كده غايبه عن الشقه، فتلاقيني بشتغل كده فيها حاجه حاجه براحتي علشان ايه، مرهقش نفسي، وفي نفس الوقت اصلا انا ما عنديش وقت علشان ولادي وكده، براحتي بقى كده مع نفسي. ما بحسش بالتعب وانا بشتغل، يعني علشان ما بعملش كل الشغل مرة واحدة. كل لما اخلص حاجة مثلا اعمل حاجة تانية كده. وهتشوفوا بقى في الفيديوهات اللي جاية هعمل معاكم الشقة كلها زي ما انتم شايفين كده. كده انا خلصت الشباك، كان مطرب بصراحة وكان مليان تراب كتير، بس الفرشة دي حلوة قوي قوي، بتشيل التراب اللي في الشباك كله وبتخليه نضيف بصراحة. وهمسك بقى كده الشازلونج ده هنفضه اروق عليه كده. هو انا كنت غاسله الفرش بتاعه، عايزه ارجع افرشه تاني والله، لان التراب بيبهدل لي الكنب وكل الحاجات دي بتبقى مليانه تراب لانها تحت الشباك على طول. وهي بتحمي اصلا لو مثلا ابني طلع بحاجه، مثلا بيشرب عصير او في ايده حاجه، فما تتبهدلش. لو وقعت على الفرش مش مشكله، يتغسل احسن يعني.
هروح بقى كده اجيب المكنسة، ومش هعمل بالمكنسة يعني ان انا كده هكنس بالمكنسة وخلاص. انا اصلا عايزة اشيل السجاد، واحنا ما كناش قاعدين في الشقة، فالسجاد اصلا مش متوسخ. انا هشفط التراب اللي فيه وهويه بس كده في اليوم ولا حاجة، وبعدين هغلفه واعينه بقى علشان ايه الجو حر، فالسجاد ده بيحرر المكان اكتر يعني. وانا مش هفرشه بقى تاني يعني، انا هشفط بقى كده التراب منه، وبعدين ههويه واغلفه واعينه بقى. وانا كنت شفت كده فيديو على اليوتيوب قبل كده، شفت حد كان بيعين السجاد، يعني في اغلب الناس تغسل السجاد وتغلفه، وبعدين تعينه، يعني توقفه مثلا في جنب، في مركون في اي جنب كده، او تحطه على الدولاب من فوق وتغطيه بحاجة. لا انا شفت فيديو كده على اليوتيوب، بس بصراحة عجبني ان احنا نشيل المرتبة ونفرد السجاد تحت المرتبة على الواح الخشب كده، بيبقى حلو جدا. ممكن بقى تحطي بقى اكياس او حاجة او كراتين كده فوق علشان ايه التراب والحاجات دي، وفي نفس الوقت بيفضل مفرود احسن من ان هو يتلف كده، ونيجي بعد ما نيجي نفرشه بقى في الشتاء، نلاقيه التطبيعة اللي هي بتاعت التطبيقة نفسها، يعني ما بنيجي نبرم السجاد تلاقيه ياخد وقت على ما يرجع يفرد كده على البلاط. لا هو بيبقى بقى تحت المرتبة مفرود طول الوقت، فبتيجي نشيله نلاقيه مفرود، يعني مش محتاج بقى ان احنا نقعد بقى نقف عليه او نتني السجادة فترة علشان تاخد الوضع بتاعها الاول يعني. فكرة حلوة جدا. انا يعني هجرب اعملها في السجاد اللي هو الصغير، يعني على قد المرتبة كده، والسجاد بقى الكبير هلفه واغلفه واوقفه بقى في جنب كده وخلاص. زي ما بقول لكم يا جماعة، احنا بنتعلم ونعلم بعض، يعني انا اصلا زي ما انا مثلا بشارككم يومياتي، ومثلا لو عندي معلومة ممكن حد يسمعها فيستفاد منها، انا كمان بقول لكم على اي حاجة انا بشوفها وبستفاد منها يعني. بإذن الله هحكيها لكم في القناة هنا علشان نستفاد من بعض، و... والخير يعم علينا كلنا. يلا بقى اعملوا لايك كده، لو اول مرة تشوفوا القناة بقى ما تنسوش تشتركوا في القناة، و... ورفعوا لي بقى الفيديو يا جماعة، ارفعوا لي الفيديو باللايكات بقى. انا كده كنت هكنس بقى الأوضة كده، واحرك بقى كل حاجة زي ما انتوا شايفين. انا حركت الكومودينو، وهحرك دلوقتي الشازلونج اكنس من وراه، و... ومش هنفض بقى الخشب الاول، يعني انا هكنس الاول وبعدين همسح، علشان انا كده كده لما هكنس التراب هيطلع على الخشب تاني، فانا افضل ان انا اكنس الاول وبعدين بقى ايه امسح على نظافة بقى. اهو كده انا بحرك كل حاجة. هي بصراحة الشقة الأوضة ما كانتش وسخة ولا حاجة، بس يعني ايه من قلة الحركة في المكان بقى، والشبابيك اي مقفولة، بس التراب برضو ما يعني بيدخل برضو، حتى لو انا عاملة اللي مغلفة الشباك من بره زي ما الناس بتبقى عاملة، برضو التراب بيدخل. يعني انا لما فتحت الشباك اكن البيت كان عامل زي المهجور. اه والله. هحرك برضو كمان التسريحة والكومودين، وهشيل الشنطة دي من مكانها. الشنطة ديت شنطة سفر، حاطة فيها مخدات كده زيادة عندي في الركنة. المخدات بتاعت الركنة عندي كبيرة، فبتبقى عاملة دوشة في المكان، فانا ايه حطاهم في قلبها كده، وعايزة ابقى انزلها عندي اوضة تحت، لما بيكون في حاجة يعني زيادة في الشقة بنزلها فيها بإذن الله. هنزلها بس يعني ايه واحدة واحدة برضو. انا كده بقول لكم بقى ايه، ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة، وترفعوا لي بقى كده الفيديو زي ما قلت لكم علشان القناة كده تتشاف، واي حد جديد على القناة ولسه اول مرة يشوف القناة ويشوف الفيديو ده، يا ريت تشترك وتعمل لايك بقى علشان ايه القناة تظهر للناس كده وتتفعل، ونبقى عيلة كبيرة كده.
والمقصد من القناة دي يا جماعة والله العظيم ما اشتراكات ولا لايكات ولا اي حاجة. انا يهمني ان انا يكون لي اصحاب يعني وكده، ونشارك بعض بالاراء، وان احنا لما يكون حد عنده معلومة يا ريت تكتبوها لي برضو في التعليقات ان انا استفاد منها، واحنا هو بنفيد بعض يعني. عايزه اقول لكم كمان الفيديو ده انا صورته في يوم و... واتمنتج في يوم، وبعدين قعد 4 ايام او 3 او 5 كمان ما نزلش. يعني انا دلوقتي بسجل لكم صوت عليه علشان انزله بقى، لانه خلاص كده يعني يعتبر حمض كده الفيديو ده. لان جاء ابني تعب و... وانا بصراحة يعني ما كنتش بعمل اي حاجة خالص خالص، ولا فايقة لأي حاجة ولا البيت ولا لأي حاجة خالص، وبسبب موضوع ابني. ف يعني الفيديو ده الحمد لله ان هو نزل. كده انا مليت كده الجردل ميه، وحطيت شويه بقى صابون سائل وكلور وجبت بقى الشرشوبة همسح بقى. وبعدين بقى ادور بقى المروحة تنشف الغرفة كويس. انا مسرعة الفيديو كده زي ما انتم شايفين، عشان الفيديو اصلا مدته كانت طويلة، فحبيت ان انا اختصر في الفيديو علشان ما تملوش. انا عارفة ان انتوا هتملوا كده اصلا برضو، بس انا بصراحة بحس ان الفيديو لما بيكون سريع كده بحس ان الواحد بيشتغل. لما باجي اتفرج على نفسي او على فيديو كده بحس ان الشغل بيخلص بسرعة، يا حماس وكده. حاجة حلوة أوي، يا ريت يبقى كده في الطبيعة اصلا يعني. بس الفيديو ده يعني عامة يعني الناس اللي بتصور يعني ما بيبقاش كل الفيديو جاي ورا بعض يعني يا جماعة. يعني ممكن مثلا اصور لقطة واقعد شوية وبعدين اجي اعمل حاجة تانية اصورها كده يعني، او مش هقعد كمان بمعنى اصح. يعني انا ممكن اكون بعمل حاجة وفجأة الاقي بنتي عايزة حاجة، ابني عايز حاجة، فاتلبخ، فبعدين اوقف وبعدين ارجع اصور وبعدين ارجع اكمل كده يعني. وكمان في اليوم ده انا كان عندي اكل قبلها بيوم. كان عندي اكل بايت يعني وكده، فما طبختش. فكانت فرصة حلوة ان انا اصلا يعني اشتغل في التنظيف بقى ورتب الغرفة دي واشيل السجاد كده واقلبها كده زي ما انتم شايفين. فيعني حتة ان يكون في اكل بايت من بالليل بقى، وعاملة حسابي ان انا عندي حاجة يعني لبكرة، فبتبقى حاجة كويسة بصراحة. يعني الواحد يعمل حاجة يعني. يلا بقى اتنشطي وقومي تشجعي بقى كده واعملي زي، مش مهم ان انت تقلبي البيت كله في يوم واحد يعني. الشغل مش هيروح ولا يعني هيخلص، يعني صحتنا اللي هتضيع يعني. خلي كل الشغل كده انت يعني انا بفكر ان انا اصلا يعني كل معظم الناس بتبقى الستات في البيوت بتعمل كده. عايزة اجيب اجندة كده وارتب برضو نفسي واعمل نفسي جدول برضو. النهاردة مثلا الغرفة كذا، في الاسبوع مثلا انضف الغرفة دي، بعد بكرة مثلا الأوضة دي، بعدها الأوضة دي كده يعني. ومثلا كذلك برضو الأكل. يعني أنا بقى ساعات بيجي عليا أيام كده مبقاش عارفة أطبخ إيه ومحتارة، والواحد بيبقى يعني زهق ومل من حتة إن أنا كل يوم أقوم أنا يا ترى أطبخ إيه النهاردة، ومش مرتبه بقى نفسي. يعني حته ان انا ابقى مرتبه الاسبوع برضو من ناحيه الطبيخ باذن الله. هعمل لكم يعني الجداول ديت برضو وهشاركها معاكم، وباذن الله نعمل حاجات حلوه جدا مفيده الناس تقدر تستفاد منها، واحنا كمان نستفاد منها وتشجع بيكم وحاجات حلوه باذن الله. انا كده بلمع الازاز بتاع التسريحه والمرايه كده بالملمع، وحركت كل حاجه بقى من مكانها. طبعا هو ده مش الحاجات اللي هي الاساسيه اصلا اللي بتحط على التسريحه. شايفين اللي هي البسكت الاقفاص اللي هي الصغيره دي، دول اتنين حطهم في بعض كده لما فيهم حاجات كده يعني الدبابيس والحاجات اللي انا بخاف منها لحسن ابني يمسكها او يبلعها او يحطها في بقه.
وبصوا اي حاجه بقى بخاف عليها بحاول ان انا ابعدها كده واحطها في نص التسريحه بحيث ان هو ما يقدرش ان هو يمد ايده ويوصل لها. وانا مخبيه الحاجات بقى اللي هي المكياجات والحاجات ديت في درج التسريحه اللي فوق خالص، وهو صعب عليه ان هو يفتحه. برضو خدوا بالكم ما بيكون في اطفال في البيت بتبقى ايديها طويله يعني من ناحيه الحاجات دي، وهما مش فاهمين حاجه يعني اي حاجه على بقهم، وربنا يسلم يا رب. كده احنا كده خلاص وصلنا للتطبيق بقى الهدوم و... وخلاص بقى كده احنا بقينا في اخر الفيديو، دي كانت اخر حاجة. هطبق بقى كده الهدوم وهحط كل حاجة بتاعت كل حد فينا لوحدها علشان اروح بقى اوزعهم في الدولاب و... وكده اكون خلصت الفيديو معاكم وانهيته كده، وصلت للنهايه بقى. وياسمين كانت بتساعدني اهي. ساندي كانت جت في اللحظه ديت وشافت ياسمين وهي بتساعدني وبقى ايه بتتصور يعني في الفيديو، فقالت لي ماليش دعوه انا عايزه اطلع انا كمان في الفيديو، اشمعنى ياسمين؟ قلت لها خلاص اصورك في الاخر خالص. آه، ياسمين بتبقى حابة انها تطلع معايا كده في الفيديو وكمان ساندي بإذن الله هيطلعوا معايا قريب في الفيديوهات. نعمل روتينات كده مع بعض. كمان الفيديوهات تبقى كويسة لو في أطفال بتتفرج عليا كمان برضو، يبقى تشجيعا لهم ان هم يساعدوا مامتهم، وهم كمان يتشجعوا ويساعدوني كده. عايزة اعودهم كمان ان هم يرتبوا الغرف بتاعتهم، وان هم يعتمدوا كده على نفسهم، بحيث ان انا مثلا لو انا مش موجودة او تعبت او لا قدر الله حصل اي ظروف، ان هم يبقوا معتمدين على نفسهم كده، لان هم كمان بدأوا يكبروا مع دول صغيرين ولا حاجة. فيعني تبقى حاجة كويسة يعني ان هم برضو يبتدوا يتعلموا كده واحدة واحدة، علشان لما يكبروا ان شاء الله يبقوا ستات بيوت كده شاطرين في بيوتهم بإذن الله. كده أنا خلاص قربت اخلص الهدوم اللي معايا خلاص اهو. وانا كنت غاسله الدفايه اللي ورا ياسمين دي كمان برضو. آه، عايزه اقول لكم ان انا كنت قلت في اول الفيديو ان انا الغسله اللي انا كنت غسلاها ونشرتها دي كانت كلها ملايات ومخدات وحاجات زي كده. كنت ابني كان بيرجع اصلا وكان مبهدل السرير، فكنت كل شويه اشيل الملايات واغسلها واغير بقى للسرير كل شويه، فكان مبهدلني بصراحه. وياسمين كده بقى هتوزع كده الهدوم، هتروح تودي بقى هدومها وهدوم اختها وعندي التربو الاحمر اللي هناك اللي جنب الدولاب ده بحط فيه هدوم مازن ابني. بيبقى سهل عليا ان انا كل ما بكون محتاجة اي حاجة اجيبها منه على طول، او اقول للبنات تناولني الحاجة اللي انا عايزاها، بحيث ان يعني ايه تبقى قريبة وفي نفس الوقت ما يقعدوش كل شوية ينكشوا في الدولاب بقى وكده. هو له غرفة وله دولاب لوحده ومازن، بس طبعا هو لسه صغير مش بينام بقى لوحده، ف يعني لحد ما يكبر كده ويعتمد على نفسه وينام في اوضته بقى وكده. خلاص كده الفيديو بتاعي بقى في الاخر خالص اهو. والسرير كان نظيف اصلا برضو كمان، علشان انا ما نفضتش في الفيديو كده وظهر، بس انا اصلا كنت من نظيف كان نظيف. وكده انا بوريلكم شكل الغرفه بعد ما خلاص خلصت خالص في الاخر. انا قلت لكم ان انا شلت السجاد ومش هفرشه بقى تاني، هشيله بقى خلاص. وباذن الله كمان انا هعمل فكره السجاد ازاي هعينه تحت المرتبه، برضه هوريها لكم في فيديو ان شاء الله علشان تبقى واضحه بالنسبه لكم و... وانها فكره حلوه جدا، وباذن الله تعجبكم لو شفتوها يعني. خلاص كده اهوت كل حاجه بقت مترتبه في مكانها ونظيفه، والأوضة بقت تفتح النفس، الواحد ينام كده بنفس فيها. ويا رب يكون روتين النهاردة عجبكم وفيديو النهاردة عجبكم. وحابة أشكر كل الناس اللي اشتركت في القناة، واللي بتعمل لي لايك، واللي بتتابعني، واللي بتكتب كومنت كويس وبتشجعني. دمتم بخير وعلى خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صبح نهارنا فل يا حلو صبح صبح يا حلو طول يا حلو صبح